السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم بنحكي لكم قصة رهيبة صارت لي بالتكوين المهني هنا في الجزائر، فجهز لك كوباية شاي يا جميل يا حلو انت واستعد للضحك. يلا قبل كل حاجة يا جماعة لازم تعرفون انه هنا التكوينات المهنية في الجزائر عبارة عن لغة فرنسي، والعبد الفقير لله الشفقارة ما يفهم حاجة بالفرنسي كيف. المهم فأنا من ذكائي فكرت قلت لازم أجيب معايا صاحبي اللي يدرس لونج عشان لما نروح المعهد هذا يترجم لي. ولحظة إدراك إن صاحبي معيد الباك 3 مرات ولا نجح. 3 مرات ولا نجح، والله إني جبت وجوده زي عدمه. المهم رحنا قبل 10 أيام يا جماعة الخير علشان نسجل في هذا المعهد، عشان يعطونا الكونفزاسيون هذا الاستدعاء يكونفزاسيونك باش تروح تتجوز. شوفوا صورتي بالله اخي جميل يا استغفر الله. المهم اليوم رحنا انا وصاحبي هذا، يا ليتني ما رحت معاه. المهم وعلى دخلتنا يا جماعه الخير بوابه المعهد الجميل الا وانصدم، كلهم يتكلمون فرنسي، كلهم والله العظيم كلهم. والله العظيم كان في كلب جنب الباب يا اخي احسها وهوته غير، والله كلب كان اصفر، الكلب كان لونه اصفر يعني احسه من عندهم مش من عندنا يا اخي. المهم على دخلتي للمعهد يا جماعه كلهم فرنسي. سي كونت ميل هاو اباوت يو. ايش هذا؟ المهم يعني انهم يتكلمون فرنسي. وعلى دخلتي كانوا في ناس كثير محوطين على لائحه، المفروض انك تروح هناك تشوف اسمك باي قاعه عشان تروح للقاعه، الا اصدم مع صاحبي وصاحبي من وراه يعني المترجم. هو حمار والله ما يفقه فيها حاجه. المهم رحت يا اخي لقدام هذيك اللائحه عشان ادور اسم محمد، الشيء الكوري قاعد فيهم عباك. بعدين وصلت للائحه اللي كان في بنات كثير مجتمعات يعني حول البنات تعرفوهم يا اخي فرحات. المهم دخلت يعني كذا بعدت كذا مدري عشان اشوف اسمي محمد، الا اشوف اسمي قاعه لا سال ديس يعني رقم 10 اللي ما يفهم. يعني صرت افهم يعني لحسن الحظ ان صاحبي طاح معي بنفس القاعه يعني، وسبحان الله رزيقة